لقاء وموعد مع المشاهير. والنهاردة معنا نجم من نجوم الزمن الجميل، الفنان الراحل مجدي وهبة. نبذة. انا اخد نصيبي من الفلوس دي واتكل على الله وكفايه لحد كده. خايف؟ مرعوب. ادوني نصيبي وانا هطلع التوه في اي حته. غالي والطلب رخيص. نصيبك في الحفظ والصون، عينهولك من زمان. حبيبي يا خيري. اللي يخاف ملوش مكان بينا. سريعة مختصرة عن حياته الفنية في عجالة. ولد الفنان مجدي وهبة يوم 19/9 عام 1944، وهو من مواليد بني سويف. حصل على درجة البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967، وحصل على ليسانس في مجال علم النفس عام 1968. ايه اللي رجعك يالا؟ مسير الواحد يرجع لحتته يا فلالي. اتخبطت في نافوخك ومش خايف مني؟ معلش، مش خايف من الحكومة اللي بتدور عليك؟ الحكومة مصيرها تعرف مين هو قتل القتلة اللي قتل مهلبية أخويا رضوان. يعتبر مجدي وهبة من أحد أروع فنانين أدوار الشر في السينما المصرية، وعرف باسم الشرير الوسيم. قدم أعمالا فنية جميلة تعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية. اسمه المعلم زهران. قصدك سعران. انت زودتها قوي. الناس دافعه فلوس عشان تنبسط مش عشان تسمع كلامك. ريحنا بقى. لو عندك راجل خليه يحركني من مكاني، انا بقى مش شايف معاك رجاله. تزوج ابنة عم ملكة مصر السابقة الملكة نريمان، وأنجب ابنته الوحيدة منال مجدي وهبة. محدش بيكرهك قد يا خيري. الفرصة لسه قدامنا، بينا نهرب قبل فوات الأوان. ودم دعاء واللي عملته في اخويا احمد. الحي يبقى من الميت يا وباها. انت ميت ميت يا خيري. وكان مثله الأعلى وقدوته على المستوى الفني والإنساني الفنان الراحل محمود المليجي. تم اختيار 3 أفلام له في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية: فيلم صرصرة فوق النيل عام 71، وفيلم ليل وقضبان عام 1973، وفيلم على من نطلق الرصاص عام 1975. ودلوقتي الفلوس اللي معانا هتتقسم على 2 بدل 3، انا وانت وبس ولا حد تالتنا. هنضرب لنا باسبورين مبلولين ونكت على بره. طول عمرك غدار يا خيري، بس يا ويلك لو غدرت بيا. قالت ابنته منال في لقاء تلفزيوني أنه تم الزج بوالدها في السجن بواسطة قيادات سياسية كبيرة في قضية مخدرات ملفقة قبل أن يتم تبرئته من القضاء. سافر الفنان مجدي وهبة إلى الغردقة لحضور حفل زفاف الفنانة شريهان، وأصيب هناك بأزمة قلبية في 4/2 عام 1990. توفى على أثرها هناك. من الشهير حنف الأبهة عام 1990، وده كان آخر أعماله مع النجم والزعيم عادل إمام. رحم الله الفنان الخلوق مجدي وهبة.